السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم طاقة ممدوح في فيديو جديد بوصفة جديدة ان شاء الله هتعجبكم. ما تنسوش قبل ما نبتدي في الفيديو اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد، وعشان تشجعوني نعمل فيديوهات اكتر بوصفات اكتر. يلا نسمي الله ونصلي على النبي في الكومنتات. النهاردة هنعمل كده صينيتين كيكة، اللي هي هنعمل كيكة تايجر اللي هي بالكاكاو، وسادة كده عادي. بجد حلوة جدا وطرية جدا وهشة، ومش صعبة خالص بجد. انا واثقة ان هي هتعجبكم جدا، بتبقى حلوة قوي. وكمان مكوناتها بسيطة، مش كتير يعني. بصوا هنا، بصوا دي شكل التايجر، بصوا حلوة ازاي. وكمان هعمل معاكم واحدة بالبرتقال، من غير برتقال بجد خطيرة. يلا نبتدي. بصوا هنا معايا 3 كوبايات دقيق، وهنا معايا 4 بيضات، وكمان كوباية ونص من السكر، وهنا معايا كيس بيكنج باودر، ومعايا فانيليا بالبرتقال. دي بتتباع في اي سوبر ماركت. بصوا دي بتخلي صينية الكيكة بالبرتقال بالظبط. ومعايا كوباية لبن وكوباية زيت، وكمان هنحط خل. يلا هنبتدي نعمل اللي هي بالبرتقال الاول. بصوا هنا اهو هنزل بالبيض، وهنزل كمان سوري، دول كوبايتين سكر. ما بتبقاش مسكرة اوفر، هي بتبقى مظبوطة جدا. عايزين برضو تقللوا اللي انتوا حابينه. بعد كده حطيت كوباية اللبن، وكمان هحط كوباية الزيت. كل ده كده بنحطه في الخلاط. وكمان هحط كيس الفانيليا. بصوا هنا الخل، هحط كده حوالي معلقة صغيرة من الخل، وهحط كيس الفانيليا اللي هي بالبرتقال. بعد كده هضربهم كده خلاص، هضربهم بقى كويس جدا في الخلاط علشان السكر كمان يدوب كويس. هنجيب بقى في البولة، هحط فيها الدقيق. دول 3 كوبايات دقيق، نفس الكوباية بالظبط اللي انا عايرت بيها، نفس الكوباية اللي بتحطي بيها الدقيق والزيت. سوري، اللبن والزيت. هنا اهو هحط عليهم كيس البيكنج باودر، وكمان هحط عليهم رشة ملح. هقلبهم بقى كده مع بعض. بعد كده هنزل بالمكونات اللي انا ضربتها في الخلاط. بصوا بيبقى لونها اصفر من الفانيليا، وريحتها برتقان، بجد حلوة قوي. لو ما عندكيش برتقان وعايزة تعملي كيكة بالبرتقان، كيس الفانيليا بالبرتقان ده بيخلي الكيكة فظيعة حلوة قوي. هنا بقى في صينية دهنتها سمنة، وحطيت عليها رشة دقيق كده، وزعته في الصينية. وهنزل. بصوا قوامها حلو ازاي، بجد ما شاء الله حلوة جدا. بعد كده بقى هنكون مولعين الفرن بتاعنا على درجة حرارة 180. هنحطها في الفرن. هي بتاخد معايا بالظبط من 30 ل40 دقيقة. بصوا بقى كده انا كنت حطيتها هنا نفس المكونات اللي عملناها في الكيكة، نفس كل حاجة بالظبط. وعملتها الدقيق واللي عملته في الخلاط، بس طبعا من غير الفانيليا اللي بالبرتقال، حطينا فانيليا عادية جدا. بصوا قلبتها كويس بقى كده، قلبتهم كويس عشان ما يبقاش فيه كتل كده دقيق. هنجيب بقى طبق تاني او بولة تانية، هنحط فيها نص الخليط بتاع الكيكة، نص الخليط كده. هنحط اهو كده، حطيته.
بعد كده هنجيب عليه هنحط كاكاو خام. هحط حوالي معلقتين كبار من الكاكاو الخام. انا حطيت حوالي معلقتين ونص. هقلبهم بقى مع بعض. لو حسيتوا ان هو تقيل شوية هنزود لبن. هقعد اقلب فيه. كل ما احس ان هو تقيل هزود لبن شوية بشوية لحد لما يبقى معايا. بصوا القوام بتاعها حلو ازاي، كده مظبوط جدا. بعد كده برضو في صينية مدهونة سمنة وحطيت فيها رشة دقيق. هبتدي ان انا انزل واحد بشوية كده من الكيكة السادة يعني. بعد كده هحط في النص من الكاكاو، وهكذا بقى هفضل احط شوية بيضة شوية كاكاو شوية بيضة شوية بالكاكاو لحد لما الكمية بتاعتي تخلص خالص. بصوا جت معايا بالشكل ده. بصوا شكلها حلو ازاي. بس برضو هحطها في الفرن. دي كانت خلاص خلصت. رحت طلعتها وحطيت التانية. بصوا شكلها تحفة وريحتها خطيرة. ريحتها برتقان جدا يعني حلوة قوي. هستناكم تجربوا الفانيليا الكيكة بالبرتقان بفانيليا البرتقان. بجد هتعجبكم جدا. ومش مش هتحسوا بفرق ما بينها وما بين ان انتوا تحطوا برتقان. بصوا الارتفاع بتاعها حلو ازاي. بجد انا بس قطعتها وهي سخنة علشان الحق اصور لكم الفيديو. بصوا طرية وهشة وريحتها خطيرة. بصوا لونها مظبوطة ما فيهاش غلطة. بجد ما فيهاش غلطة. حلوة قوي. بجد الكيكة ناجحة 100% يعني. وطعمها رهيب حلوة جدا. وطرية طراوة فظيعة. بعد كده بصوا دي بقى كده البيضة اللي هي بالبرتقال. بعد كده بصوا هطلع التانية. بصوا شكلها. انتوا طبعا شايفين شكلها حلو ازاي. بجد يا جماعة خطيرة حلوة قوي. بصوا وطرية جدا وهشة وارتفاعها مناسب وحلوة وطعمها مش ناقصه حق. السكر بتاعها مظبوط وكل حاجة حلوة قوي. هستناكم برضو تجربوها وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. وما تنسوش احنا ان شاء الله داخلين على رمضان. كل سنة وانتم طيبين. اي وصفة انتم محتاجينها او انتم حابين اني اعملها قولوا لي عليها في الكومنتات وانا ان شاء الله هعملها لكم. يلا انتظروني في فيديو جديد. باي باي.